هل الفيروس كورونا عقوبة من الله للصين أم لا؟ إذا كان الكورونا عقابا إلهيا فما بالك بزلزال والكوارث التي تضرب بلاد المسلمين. كبار الصحابة مثل أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ماتا بسبب الطاعون، هل هما أيضا ماتا بعقوبة من الله؟ من المصابين بفيروس كورونا أطفال ونساء. إذا كان الكورونا عقوبة من الله فما ذنب الأطفال؟ فما ذنب النساء؟ سأجاوب عن هذه الأسئلة كباحث شرعي ثم كمسلم أيغوري الذي عاش بين الصينيين طيلة منذ 27 سنة. أولا لابد أن نعي جيدا الفرق بين الابتلاء والعقاب. إذا وقعت المصيبة للمسلم تكون ابتلاء وله 3 حالات. الحالة الأولى كفارة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. في الحالة الثانية حصول الأجر ورفعة الدرجات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، أي كتب الله له من قبل خلقه درجة في الجنة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره، أي رزقه الصبر على ذلك، فلم يكن شاكيا متسخطا حتى يبلغه الله المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. في الحالة الثالثة الابتلاء يذكرنا بذنوبنا لنتوب عنها، فرصة للتوبة قبل أن يحول العذاب الأكبر يوم القيامة، فإن الله تعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإذا استمرت الحياة هانئة قد يصل الإنسان إلى مرحلة الغرور والكبر، قد يظن نفسه مستغنيا عن الله، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الإنسان حتى يعود إليه. بناء على هذه الأدلة الربانية فإن كل مسلم حلت به مصيبة أو كارثة أو غير ذلك فهو ابتلاء وليست عقوبة من الله. والآن فلنتطرق إلى السؤال المحوري في هذا اللقاء: هل الفيروس كورونا عقوبة من الله للصين أم لا؟ أولا، هل يعاقب الله الكافرين في الدنيا بالمصائب التي تعم الجميع مثل الفيروس؟ إذا تأملنا في الآيات التي ذكرت قصة قوم فرعون وقوم عاد وقصة إبراهيم عليه السلام مع نمرود، يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكافرين في الدنيا بمجرد كفرهم إلا لسببين: الأول إذا طغوا في كفرهم، ثانيا إذا اعتدوا في ظلمهم. هذان سببان واضحان في فرعون وغيرها من المجرمين. نحن لا نستطيع أن نجزم أن هذا الفيروس عقوبة من الله للصين أو ليست عقوبة من الله للصين، لأنه من الأمور الغيبيات. ولكن إذا تأملنا ما فعله الصينيون في المسلمين الأيغور في تركستان الشرقية يترجح عندنا أن هذا الفيروس عقوبة من الله سلط الله للصين. كيف؟ كما قلنا أن الله يعاقب الكافرين في الدنيا بسببين: الأول إذا طغوا في كفرهم، ثانيا إذا تجاوزوا في ظلمهم. فإن الصين بعدما احتلت تركستان لم يكتفوا بكفرهم بالله، بل أجبروا المسلمين الأيغور على الكفر بالله، واستحلوا ما حرم الله بإجبار المسلمين الأيغور على أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. هذا طغيان في الكفر. ثانيا أن الصين بكل المعايير تعدت حدود الإنسانية في ظلمها للمسلمين الأيغور. تصور 3 مليون شخص في مراكز الاعتقال منفصلين عن الحياة تماما، ثم إجبار المسلمات الأيغور على الزواج برجل صيني الملحد، وفصل الأطفال عن أمهاتهم وتربيتهم في دار الأيتام بتربية شيوعية، وغيرها من مظاهر الظلم الذي أخجل أن أتحدث عنها أمامكم. وأما مسلمو الأيغور كيف كان حالهم مع هذا الظلم الغاشم؟ تصوروا، هل تراجعوا عن دينهم؟ بحمد الله أنا تجولت في المدن العربية وغيرها من بلدان المسلمين، ما رأيت شعبا أكثر تمسكا بدينهم من مسلم الأيغور. على الرغم من ضغوط الصين عليهم فهم متمسكون بدينهم وغير قانطين من نصرة الله. أترى إذا كان المظلومون متمسكين بدينهم عاجزين في الوقت ذاته عن التصدي للظالمين الذين طغوا في كفرهم وظلمهم، ألا يحين هنا وقت النصرة التي وعد الله لنا؟ قال تعالى: ولا
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. أوضاع الصينيين الآن يرجح لنا أن هذا الفيروس عقوبة من الله. كيف؟ عندنا قاعدة الجزاء من جنس العمل. الصين احتجزوا 3 مليون مسلم أيغوري في مراكز الاعتقال. الآن احتجزوا 50 مليون صيني في 17 مدينة صينية. كانوا يمنعون الحجاب والنقاب من نسائنا، الآن أصبحوا مجبرين على أن يلبسوا كمامة رجالا ونساء. كانوا يمنعون المسلمين الأيغور من السفر إلى الخارج، اليوم أكثر الدول أوقفت خطوطها الجوية إلى الصين. إذا ذهبنا إلى مدن صينية كانت الفنادق وسيارات الأجرة ترفضنا عندما علموا أننا أيغور. وليست الحكومة فقط، كانت الشعب الصيني أيضا يبغضنا بشدة. اليوم صار الصينيون يمنعون من الدخول إلى الفنادق والمطاعم بسبب الفيروس. سبحان الله، لقد أذاقهم الله نفس العذاب الذي أذاقونا بأضعاف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعض الإخوة يقول من المصابين أطفال ونساء فما ذنبهم؟ نفس السؤال سأله الصحابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيضاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قلت كيف يصنع أولئك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان.